السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض بقسماط بالبطاطس. ما تستغربوش، زي ما بقول لكم كده هنعمل مع بعض النهاردة بقسماط بالبطاطس، هيبقى حلو جدا. طبعا دي افكار من افكار الاكلات الكتير اللي بتتعمل بالبطاطس وبنستغلها. هتبقى حلوة وهتبقى فيها قرمشة جميلة وسهلة وبسيطة جدا، ما فيهاش اي مقادير. هنعمل ايه في الاول؟ انا حبيت اجيب لكم البطاطس وهي لسه ما عملتش فيها حاجة، بنجيبها وبنقطعها مكعبات. بس بقطعها بقى كده مكعبات بالشكل ده. في افكار كتير قوي للبطاطس. طبعا انتوا عارفين الولاد بيحبوها جدا، بنحب دايما نعمل لهم الحاجات اللي بيحبوا ياكلوها افضل ما يجيبوا الحاجات دي من بره. النهارده هنعملها ان شاء الله بطريقه حلوه وبسيطه جدا. خلاص بنعملها كده، برفعها على النار، اقطعها بس كده، هنقطع دي خلاص اهي. هنحطها بقى في طاسه مثلا او في اي حله عندنا، ونرفعها على النار هنسلقها. هحطها في ميه ما فيهاش اي حاجه، ممكن رشه بسيطه من الملح. وبعد ما نسلقها بقى هنجيبها وهي مسلوقه وكمان تكون سخنه، وهنبدا نهرس فيها. افضل وهي لسه سخنه علشان تبقى سهله في الهرس. هنهرسها حلو علشان انا عايزاها زي العجينه. انا قطعتها لكم مكعبات علشان المكعبات صراحه بتاعت البطاطس لما بتتحط وتتسلق ما بتاخدش بصراحه 10 دقايق على النار. شايفين؟ عشان كمان هرسناها وهي لسه سخنه، اتهرست بمنتهى السهوله وكمان مسوينها حلو. هعمل فيها ايه بقى دلوقتي بعد ما هرستها؟ هبدا احط لها بقى رشه من الملح. هنحدقها بقى الحدق اللي احنا عايزينه، وهنحط لها فلفل اسمر او فلفل ابيض، وهنحط لها 3 معالق من النشا. وهنبدا نعمل فيها ايه بقى؟ هنبدا نعجن فيها ونعملها زي العجينه بالظبط. طبعا انا هشتغل بايدي دلوقتي علشان اشوفها قد ايه هي اتهرست، عايزه لسه تتهرس تاني ولا لا، وبعدين عايزينها تتكون زي العجينه. بسم الله. نجيبها بقى كده نشكلها زي العجينه، وهنبدا بقى ايه نعمل فيها، نشكل فيها كأننا بنعجن بالظبط. اي حاجه بنعجن العيش، اي حاجه عندنا اهي عايزينها. بس هي خلي بالكم هي بتبقى سخنه جدا. يفضل طبعا اول ما بنبدا نهرسها كده باي حاجه عندنا نروح سايبينها شويه تهدى، وبعدين نبدا نشكل فيها. واحنا بنشكلها بقى نلاحظ هي عايزه نشا، نحط النشا فيها عشان النشا بيديها. بصوا انا فاضل من النشا اللي حطيته حاجه بسيطه جدا. خلاص هبدا بقى ايه، هلمها بس. بصوا بقى بدات تطلع من البوله بتاعتنا ازاي، زي العجينه بتاعت العيش بالظبط. حبيت برضو اوريكم قد ايه حلوه. بصوا حتى بتبدا تخرج من ايدينا اهي. طبعا احنا المفروض بنغسل ايدينا ونطلع منها العجين علشان تبقى سهله التشكيل. انا بقى هروح اغسل ايدي وهوريكم برضو اهي البوله نضيفه، وهاجي بقى ايه نشكلها مع بعض. خلاص بقى احنا طبعا ايدينا نضيفه، فالبطاطس اللي احنا عاملينها مش هتلزق فيها. هنعمل ايه بقى؟ هجيب حاجه صينيه فيها سمسم، يعني هجيب شويه من السمسم حلوين كده، وهبدا بقى اشكل البطاطس بتاعتي زي الصوابع بالظبط. طبعا احنا غاسلين الكاونتر اللي شغالين عليه حلو، فهنبدا نعمل كده صوابع كده حسب بقى الحجم اللي احنا عايزينه، ونبدا نرفعها في السمسم. وهنبدا بقى نقلبها كده في السمسم حلو، ناخد كميه السمسم اللي احنا حابينها، وبعدين بنرفعها في سيرفيس تاني. برضو هنشكلها صوابع.
وهنرفعها في السمسم برضو كده، هنقلبها فيه. هعمل بقى انا كمان واحده ولا حاجه، وبعدين هبدا برضو. المفروض نعمل كام واحده قبل ما نبدا نحطها في الزيت. وهنجيب بقى الزيت وهنغليه، وهنرفع البطاطس بتاعتنا على النار. هنستنى وبرضه نلاحظ الطاسه اللي احنا بنقلي فيها تكون حجمها اكبر شويه من البقسماط اللي احنا بنعمله. وبرضه لو حاسين ان هي طريه بنسيبها لغايه ما تبدا تتحمر علشان ما تتبهدلش مننا واحنا بنحمرها. هنبدا بقى نطلعها. شايفين لونه زي البقسماط بالظبط. هتشوفوا قد ايه كمان القرمشه بتاعته، بس نخرجه من الطاسه. شايفين بقى البقسماط بتاعنا؟ اظن بقى اللي هيشوفه مش هيفتكر خالص ان احنا عاملينه بالبطاطس ولا حاجه. بصوا شايفين؟ بصوا فاضيه خالص من جوه. هوريكم كمان القرمشه بتاعتها. اظن دي بصراحه حلوه جدا. وريت لكم القرمشه بتاعتها، والله طعمها في منتهى الجمال. ان شاء الله هتبقى فكره جديده بالنسبه لكم. الفكره دي انا اول مره اعملها لكم، وان شاء الله تبقى حصري لينا ان شاء الله على القناه. جربوها، حلوه جدا. هي بتعتمد على النشا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، وهتبقى حلوه جدا للولاد. سناكس جميل تعجبكم باذن الله، ناجحه جدا. بصوا عامله ازاي زي البقسماط، بس طبعا ده بطاطس يعني حاجه كمان. الغذائيه بتاعتها ان شاء الله تكون حلوه باذن الله، تعجبكم ان شاء الله. وجربوها. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.